أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة رسالة وطن اليوم تحتفل مع الجيش العراقي بمناسبة عيدها الآغر، وستنقل لكم في هذه الحلقة احتفالات الجيش واحتفالات الشعب العراقي بجيشه البطل والمتزامنة مع الانتصارات التي حققها يوما بعد يوم. كونوا معنا في هذه الحلقة لننقل لكم احتفالات جيشنا البطل. الجند المقاتل على عبد الحسين جون البيضاني، فرقة 11 لو 44 فوج الثالث. أهني الشعب العراقي وأهني آمر فوجنا رائد ركن عمر المحترم، وأهني الشعب العراقي، وإن شاء الله بقوة الله منتصرين على الدواعش بقوة الله، والشعب العراقي إن شاء الله منتصر بجهد الأبطال العراقيين وبجهد الأبطال، وإن شاء الله ما يهمونا أي إرهاب كان من يكون، وإن شاء الله منتصرين بوجودكم وبوجود الله. نهني الشعب العراقي بمناسبة تأسيس الجيش العراقي الباسل، ونهني القائد العام للقوات المسلحة، ونهني الشعب العراقي، وإن شاء الله نحرر الموصل والرمادي وكافة الأراضي المحتلة من قبل داعش وأعوان داعش، وإن شاء الله نزف هذه البشرى بمناسبة فرحتنا الكبيرة هو تحرير الأنبار، وإن شاء الله على وشك الهجوم على الموصل ونحرر الموصل إن شاء الله، وتبقى دولتنا عامرة وإحنا إخوان سنة وشيعة. اخوان سنة وشيعة البلد ما نبيعه، اخوان سنة وشيعة هذا 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 الوطن ما نبيعه. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. شو تحب تهدي الجيش العراقي بمناسبة عيد تأسيسه؟ والله يعني الجيش العراقي لولاهم يعني خلينا نقدر نقول لكم يعني حاليا هم يقاتلون من اجلنا واجل الامان للمنطقه وللعراق كله، فنهنيهم بهذا العيد، والله هم يحفظ العراق ويحمي الجيش العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. نهني شعبنا العراقي والقائد العام للقوات المسلحه بمناسبه عيد الجيش، عيد الجيش اخواننا الابطال، ونهنيهم على الانتصارات على داعش، ونهني كافه الشعب العراقي بهاي المناسبة العزيزة، والله يخلي اخواننا بالجيش العراقي وكافة القوات الأمنية. عرضتنا رجف يصير بيها القاع، رجف يصير بيها القاع. يل تنشدها منين بالك تمر بيهم، القاع الصيح يا ستار لو جابوا وساميهم، يل تنشدها منين بالك تمر بيهم، القاع الصيح يا ستار لو جابوا وساميهم، أهن اللي يعليهم يعلو، أهن اللي يزعلهم يبكوا، أهن نسمع والنسمع والعالم
الجيش تحبين تقولين للشعب العراقي بهذا اليوم؟ والله يحفظهم ويخليهم ان لما الله وهم الجيش احنا ننسحق جوا القاع. الله يعطيهم الصحة والعافية ان شاء الله، ودائما نشوفهم بالافراح، رب العالمين ان شاء الله يزيحهم من هالغمة هاي يا ربي، امين يا رب العالمين. ترشد هنا منين هنا رجال للعازل تنخاهم بوقت الضيق خاف بيوم تتوازن يا ترشد هنا منين هنا رجال للعازل تنخاهم بوقت الضيق خاف بيوم تتوازن. أنا أحب أهنئ الجيش العراقي الباسل بعيد ميلاد الأغار المصادف الخامس والتسعون إن شاء الله، من انتصار إلى انتصار. الله يحفظهم قواتنا الباسلة من أحسن إلى أحسن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ الشعب العراقي وقواتنا المسلحة الباسلة وخصوصا وزارة الدفاع بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس جيشنا الباسل، الجيش الماضي والحاضر والمستقبل، الجيش الذي ضحى ويضحي من أجل السلام والحرية، وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم، وأنا أهني رئيس وزراء حيدر العبادي وأهني جيشنا العراقي، وإن شاء الله بالانتصارات على الموصل وعلى الرمادي، ويا الله مربي يحفظ لي الشعب العراقي، وإحنا يأمر الشعب العراقي إحنا ندلل عليه، واللي نقدر نسويه إن شاء الله ما نقصر عنهم أي شيء يعني، وخدمة المواطنين إحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نهني الشعب العراقي وسيد القائد القوات المسلحة حيدر العبادي، واحنا الاهم عندنا شيء تحرير محافظاتنا من جرذان داعش، الاهم هاي اهم من كل شيء. أهني الشعب العراقي والجيش العراقي إلى انتصاراتهم الرائعة، وأتمنى لهم موفقية وسنة خير عليهم، ويا رب يحفظهم ويحفظ أمة محمد، وإن شاء الله احنا منتصرين ونعم الجيش العراقي والباسل البطل، الله يحفظه. والحياة والنجاة والهناء. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم تهنئة للشعب العراقي أولا، وثانيا للجيش العراقي الباسل، وإن شاء الله كل سنة هم سالمين وينعاد عليهم بالخير، وإن شاء الله النصر قادم بحيل الله. نهنئ الشعب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة بذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل، الجيش الذي طيلة سنوات عمره المديد أبلى بلاء حسنا في انتصارات عربية وقومية ووطنية كثيرة، واليوم يقف من جديد ليدافع عن سور العراق ويحرر العراق من كل غازي ومن كل محتل. فألف ألف تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وإلى كل الضباط والجنود والمراتب، ونتمنى إلى تحرير آخر شبر من العراق من كل غازي أجنبي ومحتل أمريكي وغير أمريكي، وإن شاء الله سننتصر بعون الله ونرجع نبني العراق بيد تحمل البندقية وبيد تحمل المطرقة، ولنعمل من أجل بناء مجتمع متطور زاهر متحضر ودولة مدنية يقودها الكفاءات، وتكون هي نبراس إلى المنطقة كما كان العراق منذ 7000 سنة. وشكرا جزيلا.